الضربات الترجيحية التي ستأتي بالذهب إما لسوريا أو للعراق، الضربات الترجيحية التي يتقدم من خلالها المنتخب العراقي، وبالتحديد للاعب الأنيق قصي منير الذي سيغادر بعد هذه البطولة إلى المملكة العربية السعودية ليمثل فريق الحزم، بينما هنا محمد ناصر شكرون وأيضا الاحتياطي الدفاعي، بينما أيضا الحارس في الواقع رضوان الأزهر الذي تألق والآن يتألق للمرة الثانية بعدما تألق في أن صد أول ركلة أمام جواد سيكونام بالنسبة لإيران. الآن يتألق أمام قصي منير ويصد أول ضربات جزاء لمصلحة السوري وبالتحديد للاعب سيد عوضة والحارس نور صبري. قلت أننا أمام حارسين كبيرين يمتلكان كفاءات هائلة في حراسة المرمى، ونور صبري كسية العراق يتعلق في اللعبة الماضية ويبعد الكرة من اللاعب الذي تقدم وهو فهد عوضة. رائع، شيء يمكن أن ينهي الفريقين، لا شيء يمكن أن ينهي الفريقين. دعونا نتابع. هذه المرة يتقدم عماد محمد اللاعب الفولاذي، اللاعب الذي يحترف في إيران. إيران أخفقت أمام سوريا وأخفقت في هذه اللعبة راهنة السيدة، ولكنها في مرمى الحارس هذه المرة رضوان الأزهر. الكرة تصل إلى شباك المنتخب السوري. غمض عيوننا اللي كثير عن قرب في الواقع عدسات الصحافة خلف مرمى المنتخب العراقي هذه المرة عندما يتقدم للعبة القادمة، وهو اللاعب عبد القادر دكة أحد من اللاعبين الشبان الذين ذهبوا إلى هولندا. الآن يتقدم بطموح وبأمنيات لأن يسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب السوري، وفعلا فعل ذلك. إذا هدف التعادل من جزائيتين، إذا الأولى ضائعة، الثانية مسجلة، الضربة الجزائية الثالثة الآن لمصلحة المنتخب العراقي يتقدم من خلالها اللاعب حيدر أمير، حيدر عبد الأمير الظهير الأيمن للمنتخب العراقي. الكل على أعصابه، وهنا الكرة داخل المرمى أيضا تسجل كهدف ثاني لمصلحة المنتخب العراقي. كرة قدم تكتيكية خيالية جميلة ما بين العراق وسوريا، والكرة الحق وداخل المرمى يا نور، داخل المرمى يا نور. الآن الضربة الجزائية الرابعة للمنتخب العراقي يتقدم من خلالها يونس محمود. يونس محمود اللاعب الذي جاء بديلا في شوط المباراة الثاني، اللاعب الذي سجل واحد من أجمل أهداف هذه المباراة وهو الهدف الوحيد له في هذه البطولة. يونس محمود الآن على بعد ضربة جزائية من أمام الحارس رضوان، والكرة داخل المرمى. يونس محمود يسجل إذا ثالث أمام حارسين عملاقين نور صبري ورضوان الأزهر. نحن أيضا أمام القائد شعبو، ويسجل أيضا شعبو الذي سجل الركلة الجزائية الأخيرة أمام إيران. الآن يسجل الركلة الجزائية. وضعية نفسية كبيرة ويتكفل بها نور صبري، نور صبري حارس المنتخب العراقي ورضوان الأزهر وجها لوجه في الركلة الجزائية الخامسة ما بين العراق وسوريا في اللحظات الأخيرة من بطولة دورة غرب آسيا لكرة القدم. نور صبري رضوان، نور رضوان، ونور صبري يعلن الركلة الجزائية تسجل لمصلحة المنتخب العراقي، وهو الهدف الرابع من أصل 5 ركلات جزائية لمصلحة المنتخب العراقي. هذه الركلة لو ضاعت على المنتخب السوري انتهت البطولة، وقلد من خلالها أبناء العراق بالميداليات الذهبية، واكتفى سوريا بالميداليات الفضية وإيران بالبرونز. من صاحب هذه الركلة؟ هذه الركلة يتقدم لها يبدو لي اللاعب في الواقع. دعونا نتابع. اللاعب يبدو لي محمد الكادور هو اللاعب الذي سيتقدم للضربة الجزائية الأخيرة لمصلحة المنتخب السوري. الجادور ونور صبري يقلد العراق بالميداليات الذهبية.
نور صبري ينهي الجدل ويحسم المباراة التاريخية المثيرة على الميدالية الذهبية لمصلحة العراق. نور صبري.